السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايلكم بطريقة عمل مسقعة، طاجن مسقعة سهل وبسيط، ويا رب أعمله ويعجبكم إن شاء الله. بيتكون من إيه؟ طبعا كلنا عارفين المسقعة بتتكون من إيه، منين أهو. وطبعا هعملها باللحمة المفرومة، طاجن مسقعة حلو هيعجبكم. يا ريت بس تشجعوني. هنقول الدعاء بتاعنا: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى والستر لي وليكم إن شاء الله. لحمة مفرومة، بدنجان. طبعا الصلصة اللي هعملها بيها اهو، طريقة سهلة وبسيطة. طبعا أنا كنت بعمل بدنجان بقليه بزيت كتير وكده زي ما كل واحدة بتعمله. طبعا البدنجان مش غريب على أي واحدة عملت طبعا بدنجان وعارفة. هعمل بقى بطريقة جديدة، إن أنا هخرطه، يعني هخرطه مكعبات صغيرة، وهقليه في شوية زيت، يعني أقل زيت ممكن عشان مشربش زيت والزيت يتعب طبعا. وطبعا نظرا للظروف اللي احنا فيها والزيت غالي، فهقتصد في الزيت شوية. خليكم معايا هخرطها وارجع لكم تاني. اهو قلت اهو اقطع الباذنجان قدامكم عشان ايه تبقوا عارفين اقطعه ايه. اقطعه مكعبات كده عشان ايه مكعبات كده ما يخلوش ايه يشرب زيت يعني. جبت اهو بصلتين صغيرين اهو هم، هخرطهم عشان ايه اعصج اللحمة بتاعة المسقعة اهو. طبعا انتوا عارفين ان المسقعة بتحتاج بصل، عشان مش عاملة كمية يعني كبيرة. جبت بصلتين صغيرين هخرطهم قدامكم عشان ايه اعصج اللحمة. طبعا كله عارف ان تعصيج اللحمة بنعصجها ازاي. بصل اهو، هنعملها على النار نعصجها عشان نحضرها للمسقعة بعد ما نخلصها. طبعا الطماطم اهي مجهزاها. طبعا هعمل كل ده عشان ايه الفيديو ميطولش عليكم، وجهز الحاجة ووريكم. حضرت طاسة اهي، هجيب البصل عشان اعصج اللحمة زي ما انتوا عارفين. حط بقى صغيرين، مش زيت كتير عشان طبعا الباذنجان هيبقى برضه بالزيت اهو. شوية صغيرين اهو. طبعا اي واحدة عارفة الطريقة وطبعا المسقعة كله بيعملها، بس كل واحد ليه طريقة مختلفة يعني. انا هعمل كده اهو قدامكم، هقلل البصلة عشان اعصجها. احط بقى ايه عشان تبقى حلوة مع البصلة وتديكوا كده طعم جميل وحلو. احط البهارات بقى اللي انا ايه بستعملها على المسقعة. طبعا هوريكم دلوقتي البهارات اللي انا هحطها اهو. بقلي اهو، طبعا ما تحمرش، يا دوبك تدبل بس عشان ايه ما تعملش حموضة يعني. هقلي اهو شوية لحد ما تدبل واوريكم في الاخر. بصوا هنا اهو حطيت، رجعت اهو تاني اهو. هنحط ايه بقى البهارات اللي هحطها. البصل اهي دبلت، البهارات اللي انا حطيتها اهي بصوا. توم باودر وبصل باودر وبابريكا وزعتر وريحان وسماق وكاري و اللهم صل على النبي، روزماري. يعني بصي كل البهارات اللي عندك حطيها هتدي طعم جميل جدا جدا جدا. ما تنسيش تحطي هريسة الشطة كمان لانها بتديها طعم حلو. فلو عندك اللي هي البهارات السبع حطيها، لو ما عندكيش البهارات دي كلها مثلا وعندك السبع بهارات حطيها، هتبقى جميلة جدا جدا. وجربوا هتدوقوا. بص هنحط مع الايه مع البصلة، كل ده هنقليه مع البصل، بيدي طعم خطير وجميل وحلو يعني، هتعجبكم ان شاء الله اهو. اهو قبل ما تنزلي اللحمة اهو تخلي البهارات شوية مع البصلة. البهارات ساعات بتبقى من السقعة وكده بيبقى فيه رطوبة شوية، فلما تعمليها تحمصيها بتدي طعم حلو قوي وبتبان في الاكل اهي. نحمرها شوية، نحمصها كده شوية بس
ريحتها بقى مقلقوش يعني تحفة، وهي مع البصل كده وعلى النار. نحط اللحمة وبعدين نحط اللحمة تعمل تدبل شوية برضو، هحط معاها هريسة الشطة. هنزل اللحمة زي ما قلت لكم انا عاملة يعني ايه، هبقى حاجة بسيطة مش كتير، لان انا وبنتي بس اللي بناكل. بعد بقى اما اللحمة تدبل تستوي شوية بنزل الطماطم عليها. خطيرة، جميلة جميلة جميلة. شكل طاجن مسقعة يعجبكم جدا ان شاء الله بأمر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بنصلي كده واحنا بنطبخ كده ونشكر ربنا ونشكر رسول الله كده، البركة بتحل والله في البيت وفي الأكل اللي انت بتعمليه، وتلاقي فيه بركة كده من عند الله يعني. على طول نشكر ربنا عشان نصلي على الرسول. بسم الله، اللهم اخرجنا من حولي وقوتي لا حولك وقوتك وزر قوة المسلمين. تلاقي الدنيا كده سهلة وبسيطة، الحمد لله يا رب على كل شيء. الحمد لله على الصحة والشفاء والرضا، أهم حاجة يا رب. هفضل أقلب أهو، وطي بقى شوية عشان إيه، على ما الطماطم تعمل شوية. مش حاطة زيت كتير عشان إيه، عشان ما الباذنجان طبعا لسه هحط فيه زيت يعني، بس عشان إيه ما يبقاش المسقعة فيها زيت كتير. واحنا بنحاول نقتصد يعني في الزيت، لأن الزيت دلوقتي غالي جدا وربنا المستعان. حط هريسة الشطة طبعا زي ما انت عايزة، عايزة تحطي كتير عايزة تحطي شوية براحتك، بس هي بتدي طعم حلو اوي يعني. هبقى اعمل برضو هريسة الشطة معاكم ان شاء الله، طريقة حلوة برضو بسيطة تعجبكم يعني. الطماطم اهو من الميكروويف اهي عشان تسخن شوية، احطها بقى على ايه، على اللحمة زي ما انتم شايفين اهو. اهو حطيت الطماطم على اللحمة المفرومة اهي، هسيبها تستوي تسبك وارجع لكم تاني. ما تنسوش الملح طبعا، بس مش كتير عشان احنا حاطين ايه على الباذنجان ملح اهو. هنا اهو سبكت الصلصة زي ما انتم شايفين، هحط عليها بقى ايه ماجي عشان تديها طعم حلو. حضرت طاسة تانية اهي عشان احط فيها الباذنجان، احط فيها زيت شوية قوي ميبقاش كتير. زي ما قلت لكم الباذنجان اهو احط فيها شوية صغيرين قوي من الزيت، مش كتير بقى زي الطريقة التقليدية اللي انتوا عارفينها. يسخن الزيت واحط الباذنجان. بصوا الباذنجان اهو نزل ميه كتير، هوريكم قبل ما احط الباذنجان كده. ما بتحطش عليه ميه بينزل، قصدي ملح بينزل الميه بتاعته، ما يشربش زيت كمان.
افضل اقلب كده اهو، اقلب لحد ما ما الباذنجان يدبل. ماشي، عشان ماسكه التليفون بايد وبقلب بالايد التانية. افضل اقلبه كده شويه، وبعد كده اغطي عليه واسيبه بقى لما يدبل خالص. بعد كده هنعمل بقى الخطوه الاخيره اللي هو في الطاجن، ندخله الفرن. اسيبه يدبل وارجع اوريكم تاني. رجعت لكم تاني اهو. بص عشان اوريكم الباذنجان. بصوا الباذنجان دبل خالص اهو. بصوا اهو دبل، عملناه اهو. في نفس الوقت مشربش زيت خالص اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الطاجن بتاعنا نحط عليه متخرقش. هنا قلت لكم هحطه هحط واحدة ماجي. طبعا عشان كمية صغيرة بحط واحدة، لو انت هتعملي كمية كبيرة تحطي 2 اهو. نفتحها ونحطها عشان ماسكة الموبايل بايدي. هفتحها واحطها واجيلكوا تاني. رجعت لكم تاني اهو. هنعمل بقى الخطوة الأخيرة اهو. هنحط شوية، نسيت اقول لكم نحطوا الخطوة اللي انا نسيت اعملها. هحط تعودوا كده في كل أكلة بتعملوها فيها صلصة بنحط معلقة سكر، عشان معلقة السكر دي بتضايق الحموضة اهي. كويس ان انا افتكرتها. طبعا حطيت واحدة ماجي زي ما قلت لكم اهو. وما تنسوش الملح اهو. نقلب شوية مية بس عشان تخن الصلصة تخنت اهو. حط شوية اهو في الطاجن، في القعر، في اللحمة مفرومة. شوية لحمة مفرومة. شفتوا بقى الباذنجان اهو. الباذنجان دبل خالص اهو قدامكم اهو. هحط شوية طبقة، هحط نصه عشان هو مش كبير. لو مش كتير، لو كان كتير كنت حطيت رق وراق، بس انا مش عاملة كتير يعني. احط بس نص الباذنجان من تحت كده، من قعر الطاجن اهو. قدامكم اهو. زي كده. انا حطيت قرن فلفل اخضر عشان احط طبعا هرسة الشطة عشان ما تبقاش حراقة زيادة عن اللزوم يعني. هرسة الشطة بتغني يعني اهو. شايفين اهو قدامكم اهو. معلش الاضاءة ضعيفة شوية عندي اهو. حطينا الاول شوية لحمة مفرومة من تحت، وبعدين حطينا جزء من الباذنجان اللي احنا عملناه، وبعدين هحط في النص اللحمة المفرومة كده زي ما انتم شايفين كده اهو. ربع لحمة مفرومة انا عاملاها يعني مش كتير، عشان انا مش عاملة باذنجان كتير اهو. هنحط بقية الباذنجان اهو. بصوا دبل ازاي من غير بقى لا تقلي زيت ولا تشرب زيت ولا الكلام ده كله اهو. هنحط الباقي اهو.
طبعا لما يخلص من الفرن ويطلع هوريهولكوا بقى الايه الخطوة الأخيرة. ورجعت لكم تاني اهو، وطلعت الطاجن من الفرن اهو زي الفل اهو، وجربوه والله هتعجبكم قوي قوي، طعمها جميلة. ومتنسونيش بقى في دعاء، متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.